نتكلم على الشرايين التاجية. الشرايين التاجية هي مجموعة شرايين بتغذي القلب. لو حصل أي ضيق في شريان من الشرايين التاجية، شريان أو أكتر، ساعات بنحس بالأعراض اللي هي عبارة عن نهجان أو ألم في الصدر، ممكن يسمع في الكتف أو الدراع الشمال. الحاجة التانية إن ممكن نحس بألم في فم المعدة، وطبعا لازم ناخد بالنا إن مش كل ألم في فم المعدة ده عبارة عن التهابات في المعدة. لازم برضو نطمن على القلب وشرايين القلب. طبعا لو حسينا بحاجة زي كده لازم على طول بنتجه للطبيب بيعمل الفحوصات، سواء ايكو سواء رسم قلب، بيعمل ممكن هو يحتاج قسطره، وبنقدر نشخص الحاله. شخصنا الحاله خلاص، فالحلول بتاعه كسور الشرايين التاجيه يا اما ان احنا بنمشي على علاج دوائي وبنظبط اللايف ستايل او اكل معين. الحاجه الثانيه ان ممكن يحتاج ان هو يركب دعامه او اكتر في شرايين القلب. الحاجه الثالثه طبعا هي عمليات القلب المفتوح او القلب النابض. عمليات القلب المفتوح او القلب النابض هي طبعا بقت نسب نجاحها عاليه جدا، بقت فيها تقنيات كتيره جدا.